حبايب أمولة، صباح الخير، صباح العسل، صباح السكر، صباح كل حاجة حلوة على اخواتي واهلي والناس وحبايبي. بجد وحشتوني وحشتوني. انا اسفة طبعا ان انا غايبة عنكم، عايزة اقول لكم تعبانة قوي، مش قادرة بجد، حقكم عليا. طبعا ده عيش مبلول وتشيشة. بصوا عيش مبلول وتشيشة، مش عارفة انتوا شايفين ولا لا. بصوا طبعا حطوا لايك. تعالي انت ليه قايسه كده وطالعه بره؟ بصوا كانت بره، كانت مش عارفه ليه عمالين يفروا. طبعا الناس اللي سالتني يا جماعه، فراخك عمر قد ايه؟ عمر تقريبا 35 يوم. الوزن معدي كيلو ونص. 35 يوم الوزن معدي كيلو ونص، وانا مش باكل علف صافي زي ما انتوا عارفين. من عمر اسبوع وانا باكل عيش مبلول وتشيشه وحبه علف ميه قاروش. واخدين بالكم؟ بصوا هما طبعا ما كانش عندهم نقطه ميه، حطيت لهم ميه وحطيت لهم العيش مبلول على حبه دشيشه، كيلو ونص عيش على تقريبا نص كيلو تشيشه او اقل من نص كمان. طبعا انا معيشاهم على المصارين، بغديهم مصارين فراخ. البط عمر تقريبا شهر مديني وزن كيلو ونص. البط عمره شهر مديني وزن كيلو ونص برضو على العيش المبلول. انا ما اقدرش اكل علف صافي يا جماعه، الموضوع بيبقى صعب قوي الصراحه ومكلف. فانا عشان كده بعيش مبلول على بواقي اكل البيت زي ما انتوا شايفين، ويعلم ربنا وكل حاجه معاك وشاهد ربنا. بصوا الطبق الاحمر اللي هناك ده كان مليان، خلصوه وكله بيجي هنا في الطبق اللي هو الاخضر ده. طبعا شكرا للناس اللي نورت قناتي، بجد شكرا شكرا. والناس اللي معايا من الاول منوريني ومكتريني. هقول لكم بقى تجربتي مع او انا عملت ايه. انا يا جماعه رحت البنك الاهلي، بس عايزه اقول لكم معذبيني. رحت 3 مرات، انتوا متخيلين؟ يعلم ربنا 3 مرات، وباجي بصوا ميته خالص، ما بقدرش اصور خالص معاكم. البنك الاهلي برضو عاوز ضريبه، عاوز بطاقه ضريبيه، عاوز بطاقه ضريبيه. طيب انا دلوقتي ادفع ضرايب لامريكا وهدفع لمصر يا جماعه؟ فالموضوع بصراحه صعب قوي. احنا لسه برضو في المشكله لغايه دلوقتي. طلب طبعا بطاقه ضريبيه، وكمان عشان نفتح الحساب نفتحه ب5000. واخدين بالكم؟ بس يعني ال5000 هم قالوا انك انت هتسحبيها اول ما الفيزا تيجي وكده. لكن هي المشكله يا جماعه في البطاقه الضريبيه. انا اجيب منين بطاقه ضريبيه؟ انا كده هقوم محامي، والمحامي هياخد فلوس والموضوع هيطول. احنا بقالنا في المرار ده داخلين في 4 شهور في اجراءات القبض بتاع القناه. بصوا كلهم عطشانين. انا مش عارفه اعمل ايه، يعني لو حد كده عنده اي معلومه كده يفيدني بيها. انا كده الفلوس متعلقه في القناه، مش عارفه اسحبها بصراحه. بس اكيد يعني كل عقده ولها ولها حلين. زي ما انا قلت لكم ان انا فاتحه حسابي يا جماعه ببنك مصر، عشان كنت هربط انا عشان القناه، يعني عشان اربط السيفت كود. يخرب بيتك، الفرخه طلعت بره وراحت نقراني في رجلي. عايزه اقول لكم اتسرعت وانا قاعده. يخرب بيتك يا خضتني والله، نقرتني في رجلي. هما طلعوا بره بصوا اهم، والتانيه جريت. تعالي تعالي تعالي. مش عارفه ليه عمالين يفروا كده. بصوا هما خلصوا الاكل ازاي، بصوا، والطبق الاحمر خلص وكله بيروح يشرب. وفي الظهريه هجيب لهم مصارين فراخ وبقطعها. فانا كنت يا جماعه عامله فاتحه حساب زي ما انا قلت لكم في بنك مصر، بس بيقولوا لكم دلوقتي بنك مصر ما بيقبضش اليوتيوب. ما اعرفش بقى، بيقولوا ما فيش كود. مش فاهمه حاجه خالص. ادينا اهو صابره، واديني برضو بنحاول في بنك مصر تاني. خلوا بالكم يعني احنا برضو مش ساكتين، انا برضو مش ساكته. يعني في حد برضو ماسك لي القناه، في حد ماسك لي القناه وبيحاول برضو في بنك مصر تاني في الاجراءات يعني. ادعوا لي كده يا جماعه. اكيد طبعا لما اقبض هطلع طبعا اقول لكم وافرحكم وهفرح معاكم يعني. لو وصل مع أمولة لحد هنا لايك. عايزه اقول لكم انا لو وريتكم شكلي بصوا هتتخضوا.
عينيا وجعاني اللي هي الشمال بقالي تقريبا يومين. عايزه اقول لكم ورمه عينيا الشمال ورمه، معرفش ليه، طار فيها غبار من الشارع وانا ماشيه وانا رايحه البنك وكده وكده، يعلم ربنا طار فيها غبار. فعايزه اقول لكم ايه، وجعاني بقالي 3 ايام، هروح النهارده الصيدليه. بس كده يا جماعه، انا قلت ايه اطلع اصبح عليكم، لسه صاحيه يا دوب، بس ايه شربت بس كوبايه شاي بلبن كده عشان اقدر افوق، وقلت اطلع ايه اقول لكم ان انا بصوا متعذبه بقالي 3 ايام رايحه جايه على البنك الاهلي، رايحه جايه على البنك الاهلي. بس كده يا جماعه، اللي وصل معموله لحد هنا لايك لايك لايك. رديت طبعا على اسئلتكم، الناس اللي بتقول الفراخ عمرها قد ايه، 35 يوم، والوزن معدي 1.5 كيلو، ومش مأكلاهم علف صافي، يعني كويس قوي ان الوزن 1.5 كيلو ومعدي كمان 1.5 كيلو على بواقي اكل البيت وعيش مبلول والكلام ده. البط تقريبا 35 يوم، البط 30 يوم، البط 30 يوم، لا الفراخ هي اللي 35، البط 30 يوم. البطايه 1.5 كيلو، طبعا مش باكل علف صافي، يعني كويس قوي الوزن ده على بواقي اكل البيت، واخدين بالكم؟ بصوا هم عمري طلعت لقيت ايه ما عندهمش نقطه ميه، بصوا هم كلهم عطشانين. بس هنهي طبعا معاكم الفيديو، وحبيت طبعا اطلع اصبح عليكم او امس عليكم على حسب ما هتشوفوا الفيديو. يلا حبايبي اموله، اكيد طبعا انا هطلع لكم بفيديو كده اوريكم طبعا منظر عيني وجعاني قوي بجد. كل ده عشان كان مش عارفه امبارح لا اول امبارح كان هوا جامد، فايه جه غبار في عيني، فعايزه اقول لكم ايه يعني مش قادره افتحها الشمال دي. بس معلش انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، انا بقول لكم مرمطه في البنك 3 مرات رايحه جايه. يا رب بس ايه نخلص الاجراءات على خير، واكيد طبعا لو قبضت من القناه ربنا يسهل كده على خير ان شاء الله، اكيد هطلع اقول لكم انا قبضت من انهي بنك، بنك مصر ولا البنك الاهلي. يلا حبايب اموله، اشوفكم طبعا على خير في فيديو جديد وروتين جديد، وباي باي. لايك مش بوصيكم طبعا، انا عارفه ان كنتوا بتنسوا اللايك.